مساء الخير. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا اللي بنغوص فيه في أعماق النفس البشرية. النهاردة مش مجرد حلقة، دي رحلة جوه قلوب ناس حكت عن ألمها وشاركت قصصها في رسائل وصلت للكاتب الكبير عبد الوهاب مطاوع، الراجل اللي عرف يلم جراح الناس بكلماته ويحضن مشاكلهم بفهمه وحكمته. لكن المختلف إننا النهاردة هننقل لكم الرسائل دي بصوتنا وإحساسنا، وهنرد عليها من خلال الفيديو بأسلوبنا اللي بيقرب منكم ومن واقعكم. هنقرأ مع بعض رسائل من قلوب بتدور على الأمل، على الفهم وعلى الحل. هنحاول نرد عليها بحكمة وهدوء وضمير صاحي. لو حاسس إن فيك حتة من الرسائل دي، تابعنا للنهاية، يمكن تلاقي الإجابة اللي بتدور عليها. أنا ست عندي 35 سنة، من أسرة متوسطة، شكلي حلو الحمد لله، بشرتي بيضة وعيوني واسعة وملونة. بس خليني أكون صريحة معاك، طباعي مش دايما سهلة. أنا من النوع اللي دايما مش راضي باللي في إيده، بحس دايما إن في حاجة ناقصاني، وكمان عصبيتي جامدة جدا، بتعامل مع أي موقف بانفعال، وده كان سبب في حاجات كتير حصلت لي. وأنا عندي 18 سنة كنت لسه طالبة، اتجوزت الدكتور شاب. في البداية كنت فاكرة إن الجوازة دي هتبقى بداية لحياة سعيدة، بس من أولها بدأت ألاحظ إننا مختلفين جدا. طباعنا ما كانتش ماشية مع بعض خالص، كنا بنتخانق على أي حاجة صغيرة أو كبيرة، وأوقات كنا بنشد جامد وكل واحد فينا مش قادر يفهم التاني. ممكن يكون جزء كبير من المشكلة كان مني، عشان كنت صغيرة ومفيش عندي خبرة كفاية، كنت لسه بتعلم يعني ايه جواز ومسؤولية. بس مع كل ده ما استسلمتش، كملت تعليمي الجامعي بالرغم من كل المشاكل اللي كنت بمر بيها ببيتي، وده كان بالنسبة لي إنجاز كبير لأني حاربت عشان أكمل. بعد الجواز خلفت بنت واحدة، كانت بالنسبة لي نور عيني وحب قلبي. بس رغم وجودها اللي بيهون كتير، المشاكل بيني وبين جوزي ما خلصتش، بالعكس كل يوم كانت بتزيد أكتر وأكتر. طباعه كانت صعبة جدا، من أول يوم جواز عرفت إن قلبي مش هيرتاح معاه. كان قاسي، كان جامد، مفيش أي حنية. غلظة قلبه كانت مؤذية ومفيش فيها علاج، يعني عمري ما شفت منه لمسة حنان ولا حتى حاجة بسيطة تفرح القلب. وعلى مدار سنين الجواز ما جابليش حتى هدية واحدة، ولا حتى وردة، ولا ورقة مكتوب فيها كلمة حلوة. كان بخيل بشكل فظيع، مش بس في الفلوس، ده بخيل كمان في المشاعر والكلمة وفي اللمسة وفي كل حاجة. وكأن ده مش كفاية، النظافة عنده كانت كارثة. تخيل إن الراجل المفروض دكتور كان بيستحمى في السنة كلها 3 أو 4 مرات بالكتير. أنا ما كنتش قادر أعيش كده، البيت بقى خنقة والنفس بقى تقيل، مفيش بينا أي تفاهم خالص. أي حاجة كنت أقولها كان بتتحول لخناقة، وأي حوار بينا كان بيتقفل بسرعة، لأنه أصلا مش بيعرف يتكلم ولا يعبر عن مشاعره، لا معايا ولا مع أي حد، حتى معايا مراته كأني غريب عنه. كنت دايما حاسة إني لوحدي حتى وأنا متجوزة. أنا بطبعي رومانسية، بحب الكلمة الحلوة، أحب أعيش في الخيال وفي الأحلام، مش بحب الفراغ ولا الحياة اللي من غير إحساس. أنا بنت برج الحوت، واللي يعرف البرج ده عارف إن مواليده دايما حالهم زي موج البحر، مرة فوق ومرة تحت من غير سبب واضح، ومش أي حد يقدر يفهمهم بسهولة. ومع طبعي الحالم كنت دايما محتاجة كلمة ولمسة واهتمام، بس للأسف ده ما كانش موجود في حياتي. الخلافات اليومية بقت عادة، وكل يوم زي اللي قبله. بس رغم كده أنا ما قصرتش، حاولت أغيره بكل الطرق. ساعات أزعل وأسكت، وساعات أواجه وأتكلم، وساعات تانية كنت بحاول أحتويه وأقرب منه، وكل ده عشان أحافظ على البيت وعشان بنتي اللي هي أغلى ما في حياتي. مع كل التعب ده اتطلقنا مرتين، لكن في كل مرة كنت برجع له بعد وعود وعهود، وكلها كانت عشان بنتنا مش عشاني. وبرضه الوضع فضل زي ما هو،
مفيش تغيير ومفيش إحساس، مفيش أي جديد. في يوم من الأيام بعد ما اتخرجت وأنا قاعدة كده بقلب في جريدة الأهرام، عيني وقعت على إعلان عن شركة بتطلب موظفين، وشاءت الصدفة إن مقر الشركة دي يبقى قريب جدا من بيتي. وقتها حسيت إن ده ممكن يكون حل، وقلت لنفسي ليه لأ، أشتغل أملى وقت فراغي بحاجة مفيدة من غير ما يأثر ده على بيتي وبنتي. خدت القرار ورحت، لكن يا ريتني ما رحت. أول ما دخلت وقابلت مدير الشركة حسيت بحاجة غريبة، نظرة أو إحساس كأن في حاجة اتولدت في اللحظة دي، وأنا كمان شكلي أثرت فيه، لأن من أول دقيقة دعاني للجلوس وبدأنا نتكلم سوا. وأثناء الكلام اكتشفت إن القدر عامل شغله. الراجل ده طلع أخو واحدة من صديقاتي زمان. اتعينت فورا في الشركة وبدأت أشوفه كل يوم. كل يوم كنت بحس إن في حاجة جوايا بتتغير، وبدأت أعرف عنه شوية بشوية. عرفت إنه متجوز وعنده بنتين، وقال لي إنه على خلاف كبير مع مراته، وإن حياتهم تقريبا شبه منتهية. ومن ساعتها بقينا نقعد سوا كل يوم بالساعات، كنا بنتكلم ونضحك ونحكي، وكان في بينا تفاهم غريب، كأننا بنقرأ أفكار بعض. كل كلمة كنت عايز أقولها ألاقيه هو بيقولها قبلي، وكل إحساس جوايا كنت بحس إنه حاسس بيه هو كمان. وبعد شوية وقت قال لي بكل صراحة: أنا ما شفتكيش غير زوجة ليا، ست أفخر بيها وأعرف أقدمها للناس بكل اعتزاز. الكلام ده دخل قلبي زي السهم، خلاني أطير وسابني أعيش في عالم من الخيال والوعود والأحلام اللي كنت محرومة منها من سنين. وعدت نفسي بإن دي يمكن تكون بداية لحياة جديدة فيها استقرار وراحة، حب واهتمام. وبعدين فجرني مفاجأة وقال لي: بصي، زمام الموقف في إيدي، أقدر أنفصل عن مراتي في أي لحظة، لكن الخطوة الأولى لازم تبقى منك أنتي. لازم تبتدي أنتي بالانفصال، وبعد كده نكمل المشوار سوا. اقتنعت بكلامه وقررت أبدأ من جديد. اتهيأت للمعركة الأخيرة وشحنت كل أسلحتي عشان آخد الطلاق، وفعلا حصلت عليه، لكن بتمن غالي جدا. اتنازلت عن كل حقوق الجوز السابق، بس كنت شايفة ان ده هو الطريق للحرية، الطريق اللي كنت فاكرة انه هيجيب لي السعادة. وبعد ما عدت الفترة المقررة لميت هدومي وحاجتي وشلت شنطتي واتنقلت لشقة صغيرة، غرفة وصالة، الشقة اللي كنا حضرناها للجواز. واتجوزنا فعلا بس في السر، من غير ما أهلي يعرفوا، ومن غير ما بنتي تكون جنبي. سبت بنتي الوحيدة في رعاية أمي على أمل إن ده كله مؤقت، وإنها هتيجي تعيش معايا بعدين. جوزي الجديد وعدني إنه هيكلم أهلي وهيحاول يصالحهم ويطلب منهم يزورونا. كنت وقتها في قمة حبي ليه، صدقت وصدقت اللي أنا كان نفسي أصدقه. استحملت فراق بنتي اللي ملهاش أي ذنب، اللي كل لحظة ببعدها عني كانت بتكسر قلبي، بس قلت اصبري، كل ده عشان بكرة يكون أحسن. بنتي اللي كانت دايما نور عيني، وجودها عندي أغلى من كنوز الدنيا كلها. بس الصدمة بقى إنها رفضت تزورني في بيتي الجديد، ولا حتى دخلت الشقة، ولا قدرت تتقبل جوزي. كانت مش طايقاه ومش طايقة كل الوضع اللي أنا فيه، ورغم إنها لسه عندها 11 سنة، بس رد فعلها كان صادم وغريب. ابتدت تتعاطف مع أبوها اللي عمره ما كان حنين معاها، بقت تايهة مش لاقية راحتها لا هنا ولا هناك. كل يوم حيرة وكل لحظة ألم، وأنا كأم شايفة بنتي بتتبهدل بين اختيارين، ومش قادرة أرجع لها الأمان اللي كانت بتحس بيه. أما جوزي الجديد، بعد فترة قصيرة مراته اكتشفت الجوازة السرية، وطبعا كانت كارثة. والمفروض بقى إنه ينفذ وعوده ليا وينفصل عنها زي ما قال في الأول، ويبدأ معايا حياة جديدة. لكن لأ، كل اللي همه دلوقتي إنه يسترضي مراته ويحن عليها ويقرب من بناته. وابتدى يقول لي إن مراته دي عشرة عمره، وإنها ما غلطتش فيه في حاجة، وقال لي ده قدرنا ولازم أتحمله. وأنا واقفة مش مصدقة. فين الوعود؟ فين الحب اللي كان بيحكي لي عنه؟ فين الراجل اللي قال لي أنا هبدأ من جديد معاكي؟ ابتدى يراوغ، كل يوم حجة وكل لحظة تأجيل. الطلاق اللي وعدني بيه بقى حلم بعيد،
وأنا اللي اتجوزت واتنازلت عن كل حاجة بقت واقفة في النص. ومن كتر خوفي إن أعيش المأساة دي طول عمري، خوفي إن أخلف طفل من جوازة مهزوزة، قررت أمنع الحمل من وراه من غير ما يعرف، رغم إنه كل شوية يلح عليا ويقولي عايزين نخلف، نربط نفسنا ببعض أكتر وأكتر. وأنا كنت بكتم دموعي ومش قادر أقوله الحقيقة. أنا عارفة إنك ممكن تشوفني غلطانة، عارفة إنك هتشوف إني مصبرتش على ظروفي، وإني ما حافظتش على جوزي الأول ولا على بنتي، وعارفة كمان إن الناس شايفاني خربت بيوت، خدت راجل من مراته وكسرت بيت تاني زي ما بيقولوا. بس أنا فعلا كنت بدور على الأمان وعلى الكلمة الحلوة، على حضن يعوضني سنين من الوحدة والوجع. بس أعمل إيه في حاجة مش بإيدي ولا في قلبي اللي مش قادر أتحكم فيه؟ أنا النهاردة عايشة كل يوم أنا بتحرق من جوه، مش قادر أستحمل حياة جوزي المزدوجة، واحد بوش ليا وكلامه كله حب ووعود، ووش تاني لمراته وأولاده كل حاجة بيرتبها ليهم وبيفكر فيهم قبلي. أنا خلاص ما عدتش حاسة إني محور حياته. كنت فاكرة إني هبقى الأولوية، كنت فاكرة إنه هيبدأ بيا من جديد، لكن الواقع خلاني زوجة على الهامش، بقايا حب وبقايا وعود ما اتنفذتش. فكرت كتير في الانتحار، وصلت للمرحلة دي، بس الانفصال مقدرش أفكر فيه. قلبي مش قادر، وأنا كمان مش قادر أواجه العالم لوحدي تاني. فيا ترى يا سيدي تنصحني بإيه؟ أنا بوعدك إني أسمع كلامك وهلتزم بنصيحتك، بس بالله عليك قولي أعمل إيه. والكاتبة الرسالة دي بيرد الكاتب الكبير عبد الوهاب مطاوع بيقول لها: مش بالسهولة دي يا سيدتي بتدارى أخطاء الحياة، ولا بالشكل ده بناخد قرارات مصيرية ونقول ما باليد حيلة، ده قلبي هو السبب. لو كل واحد فينا سلم نفسه لأهوائه ومشي ورا اللي بيحبه من غير ما يبص القيم ولا دين ولا أهل ولا أولاد، كان زمان الدنيا دي كلها بقت صالة رقص كبيرة، والناس بيرقصوا فيها على جثة كل فضيلة وكل قيمة محترمة. كلنا عندنا مشاعر، وكلنا بنتشد ونتعلق، وكلنا ضعاف في لحظات، بس الفرق الحقيقي بين البني آدمين مش في مشاعرهم، الفرق في مين اللي بيعرف يتحكم في هواه، ومين اللي بينجر ورا قلبه زي مركب فلت من مرساه. الدين مش ضد الحب، لكن الدين والأخلاق بيقولوا إن الحب مش عذر نكسر بيه حياة حد، ولا نهدم بيه بيت قايم، ولا ندي نفسنا تصريح بالخطأ عشان قلبنا حب. العقل موجود علشان يمنع القلب من التهور، مش بيمشي وراه هو مغمض. فلو انت شايفة انك مظلومة، ماشي، بس بلاش تلبسي ضعفك رداء الحب الشريف، لأن الحب الشريف ما بيكسرش، ما بيخونش، ما بيستخباش. الحق يتقال، واللي لازم تتقاله الحقيقة تتقاله بوضوح. أنا في العادي ما كنتش هنشر رسالة زي دي ولا حتى أرد عليها، مش من باب التكبر، بس من باب إني بفضل أدي مساحة للمواضيع الجادة اللي تفيد الناس وتفتح عقولهم وتوعيهم، مش حكايات ممكن لا سمح الله تكون سبب إن حد تاني يفكر يغلط نفس الغلط. عارفة ليه؟ علشان للأسف في ناس أول ما يلاقوا حد عمل زيهم حتى ولو غلط بيحس إنهم مش لوحدهم، ويبدأوا يقنعوا نفسهم ما أنا مش أول واحدة وفي غيري عمل كده، يبقى مفيش مشكلة والناس كلها بتغلط. وده أخطر نوع من التبرير اللي يرضي ضمير الإنسان بس بيوجع الناس التانيين وبيكسر كل قاعدة. الإنسان اللي بيدور على حجة تريحه هيلاقيها، بس الإنسان اللي بيدور على الحق هيسأل نفسه: هل أنا جرحت حد؟ هل ظلمت حد وضيعت بيت؟ وما ينفعش نكون إحنا السبب في إن حد يتشجع على الغلط علشان لقانا عملنا زيه. ومع كده أنا اتجوزت القاعدة دي، واخترت أرد على رسالتك مش عشان أشجع، لكن عشان أوضح، عشان اللي يسمع يفهم، واللي بيفكر يغلط يتراجع، واللي مش قادر يفرق بين الهوى والحق يفتح عينيه قبل فوات الأوان. مساء الخير، أهلا بيكم في حلقة جديدة مختلفة ومليانة مشاعر من نوع خاص جدا. في القصة دي هنعيش مع بعض أجواء رسالة وصلت للكاتب الكبير عبد الوهاب مطاوع،
هنرد عليها بإحساس ووعي. يمكن نساعد صاحب الرسالة، ويمكن نساعد حد فينا بيمر بنفس الوجع ومش لاقي الكلام اللي بيعبر عنه. جهزوا نفسكم وخلوا قلوبكم مفتوحة. اللي جاي أصدق من الخيال وأقرب من أي وجع حسيته قبل كده. أنا بنت عندي 18 سنة، واللي حصل معايا خلاني لازم أتكلم. بس قبل ما أبدأ بطلب منك تهدى وتقرأ اللي هقوله الآخر وتفكر فيه بعقل ومن غير عصبية، وبعدين قول لي رأيك بصراحة وبهدوء. أنا قريت ردك على رسالة موج البحر ومتفاجئتش بصراحة من ردك الحاد، لأني متابعاك من فترة وعارفة أسلوبك كويس. بس بصراحة سألت نفسي، طب يا ترى كنت هتعمل معايا إيه لو جيت لك ومش طالبة رأيك؟ يعني بس جاي أحكي لك. عشان كده قررت أكتب لك قصتي. أنا يا سيدي من وأنا صغيرة شكلي كان ملفت جدا، وجمالي كان دايما بيجذب الناس حواليا، وده خلى ناس كتير يتقدمولي وأنا لسه طفلة تقريبا، وده كان بيحصل منبهرين بشكلي مش أكتر. الحاجة دي رغم إنها غريبة ادتني ثقة في نفسي، بس الحمد لله من غير ما أكون مغرورة ولا شايفة نفسي. وقبل ما أتم ال20 حصلت لي حاجات كتير. أنا كنت بحب شاب من عيلة كبيرة، وهو كمان بيحبني. اتجوزنا بسرعة ومن غير تفكير كتير. الفرح كان كبير وفخم، وكل الناس كانت موجودة، وبدأت حياتنا الزوجية وأنا حاسة إني في حلم جميل. في الأول كنا مبسوطين، بس شوية شوية بدأت المشاكل تظهر. حاجات بسيطة في الأول، بس كانت بتحصل كتير. معظمها كان بسبب غيرته الشديدة وعصبيته اللي كانت بتخليه ساعات يتصرف من غير ما يفكر. وبعد فترة ربنا رزقنا بأول طفل، بس للأسف بعد الولادة بشهور قليلة المشاكل بدأت تكبر، وكل يوم كانت الأمور بتسوء أكتر، لحد ما في الآخر طلقني وخرج من حياتي فجأة، وساب لي الشقة اللي كنا عايشين فيها، واهتم إنه يضمن لي حياة كريمة ليا ولابنه. ما أثرش في أي حاجة من الناحية دي بصراحة. وبعد فترة أخوه الصغير دخل بينا وحاول يصلح اللي اتكسر، وبالفعل رجعت له تاني وقلنا ندي نفسنا فرصة من جديد. عشنا شوية كده وشوية كده، ساعات كنا بنضحك ونفرح، وساعات كان بيحصل بينا خلافات وزعل كتير، لحد ما جبت منه طفل التاني. بس بعد الولادة دي المشاكل رجعت وبقوة، ومرة تانية انتهى الموضوع بالطلاق من جديد. وتاني دخل أخو جوزي الصغير في الموضوع. هو متجوز ست شابة وجميلة وعنده 3 أطفال، وكان أكتر واحد في العيلة مهتم إنه يحل مشاكلنا، حتى لما كل الناس بدأت تزهق وتبعد من كتر الخلافات اللي بينا. جوزي كان عنده شروط علشان نرجع لبعض، وأنا كمان كان ليا شروطي. أخوه فضل يحاول يقرب ما بينا مرة ورا التانية، لكن كل مرة كنا بنوصل لطريق مسدود. كل واحد فينا كان متمسك برأيه ومش عايز يتنازل، فبدأ الأمل في الرجوع يقل، وابتدينا نتكلم بشكل عملي عن حياتي كأم مطلقة وعن مصاريف الولاد. ومن هنا بقيت أتصل بأخو جوزي كتير علشان نرتب التفاصيل دي، وهو كمان كان بيتصل بيا دايما لنفس السبب. لكن بعد شوية الكلام ما بقاش بس عن الولاد والمصاريف، بدأنا نتكلم في حاجات تانية، حاجات جانبية وملهاش علاقة مباشرة بالمشكلة. بدأت أحس ناحيته بالامتنان والعرفان، لأنه كان مهتم بيا بجد. كان بيسأل ويساعد ويهتم بكل تفاصيل حياتي أنا وولادي. لحد ما في يوم، وأرجوك ما يروحش تفكيرك لحتة تانية، لقينا نفسنا بنتفق على الجواز، واتجوزنا فعلا في نفس اليوم. بس هو كان ليه شرط واحد، إن جوازنا يفضل في السر، محدش يعرف عنه حاجة، علشان نجنب نفسنا وجع الدماغ، خصوصا اللي ممكن يحصل من جوزي اللي قبل كده ومن مراته ومن العيلة كلها لو عرفوا. وأنا وافقت من كتر ما حسيت إنه شايلني فوق راسه، وحرصت بكل طاقتي إن الجواز ده يفضل سر، ومحدش من عيلة جوزي يحس بأي حاجة. حتى طليقي نفسه ما شكش، غير إنه لاحظ إن أخوه وقف فجأة عن محاولاته للصلح بينا، وممكن يكون فكر إنه يئس وخلاص. لكن حصل اللي ما كانش ينفع نخبيه. حملت، وحملي بدأ يبان،
مع اقتراب ميعاد الولادة، وساعتها انفجر البركان وسط العيلة كلها. كل اللي كان مستخبي بان. وبعد فترة مراته عرفت، وأخته وأخوه عرفوا، والعيلة كلها بقت عارفة. وبقى جوازي منه هو السر المكشوف اللي كلهم بيتكسفوا منه ومش قادرين يستوعبوه. أكبر إخواته اللي يعتبر زي الأب ليهم واجه الموضوع بحزم شديد، وقال له بوضوح لازم تطلقها علشان خاطر مراته اللي كانت دايما ست محترمة ومثالية وما عملتش أي مشاكل، وعشان خاطر أخوه اللي أكيد الموضوع ده جرحه جدا، خصوصا إنهم كانوا قريبين جدا من بعض، مش بس إخوات، دول كانوا أصحاب من زمان. زوجي ما قدرش يقف قدام موجة الغضب والرفض اللي حصلت في العيلة، ولا قدر يتحمل الصراع النفسي اللي كان جواه ناحيتي وناحية أخوه. في الآخر استسلم لضغطهم وطلقني، وده قبل الولادة بأسابيع قليلة. بس رغم كده ما سابنيش، اتكفل بمصاريف الولادة بالكامل، وفضل جنبي يوم ما رحت المستشفى أجيب طفلنا الجديد. وخرجت بعدها وأنا بقيت مطلقة للمرة التالتة. بقوا 3 طلقات في 5 أو 6 سنين، وأنا بقيت أم ل3 أطفال صغيرين. ولما حصل اللي حصل، ولادي اتأثروا جدا، بقوا منطويين ومش فاهمين الدنيا ماشية ازاي. عدت شهور وأنا مقطوعة عن الكل، ما عنديش اتصال بعيلة جوزي الأولاني ولا التاني، ولا عارفة عنهم غير اللي بيوصلني من صديقاتي من أخبار وحكايات. ومنهم عرفت إن العاصفة فضلت شغالة جوه العيلة لفترة طويلة، كانت فيها الناس مش عارفة تتكلم مع بعض ولا حتى تبص في وش بعض. بس مع الوقت بدأت العاصفة تهدى شوية بشوية، إنما الشرخ بين الأخين ما تصلحش، ولسه واقف زي الجبل ما بيتزحزحش. جوزي الأولاني اللي هو أخو طليق التاني ما قالش ولا كلمة، لا عاتب ولا اشتكى ولا حتى فتح الموضوع. بس التاني زي ما سمعت كان بيتقطع من جوه كل مرة يشوف أخوه الكبير. كان بيحرص إنه ما يبصش في عينه لو اتقابلوا في أي مكان، وكان بيتفادى النظر ليه بأي شكل لأنه كان مكسوف منه جدا. أما مراته اللي هي طليق التاني، فالصدمة كانت عنيفة بالنسبة لها. بعد الصدمة بدأت تهدى شوية، خصوصا بعد ما طلقني جوزها، وتعاملت مع اللي حصل بنوع من الحكمة والعقل. بس كل مشاعرها فضلت متحفزة ليه، وبدأت تراقبه طول الوقت. بقت ما تسيبوش يروح ولا زيارة ولا حتى ميعاد إلا لما تروح معاه بنفسها، وبقت تتصل بيه كل شوية تتأكد إنه فعلا في شغله، وبتحاصر تحركاته في كل ناحية. لكن زي ما بيقولوا كل حاجة بتبدأ قوية ومع الوقت بتهدى. وفعلا بعد كام شهر بدأت الدنيا تفك شوية، لقيت نفسي بتصل بيه في حاجة تخص ابنه، وهو كمان بقى يتصل بيا يطمن عليه، وبقى في تواصل واطمئنان، وكلام بيزيد شوية بشوية لحد ما حصل اللي ما كناش متوقعينه. اتجوزنا تاني، جواز سري للمرة التانية، مع تشديد أكبر من ناحيته على إن الجواز ده لازم يفضل طي الكتمان وما يعرفش عنه أي مخلوق. فضل يحاول يخفي خبر جوازنا بكل الطرق، بأي حيلة ممكنة، علشان ما يضطرش يواجه الدنيا دي تاني، عشان ما يتهدش بيته التاني وما يتكسرش قلب ولاده. كان خايف ان اللي حصل قبل كده يتكرر فيضطر يطلقني من جديد، وانا وافقت على كل الشروط. بس الشهور عدت وطالت، وانا لسه واقفة في نفس المكان مستنية اللحظة اللي اقدر اقول فيها قدام الناس كلها الراجل ده جوزي. وانت قسيت على كتيبة رسالة موج البحر علشان كانت بتطلب من جوزها يطلق مراته، لكن انا ما طلبتش غير انه يعترف بيا، ما طلبتش غير انه يصمد قدام العاصفة اللي انا واثقة انها مهما كانت عنيفة اكيد ليها نهاية. دلوقتي انا بسألك، انت رأيك ايه وتنصحني بايه؟ وبيرد الكاتب الكبير عبد الوهاب مطاوع وبيقول لها: كل ما افتكر ان خلاص ما عادش في حكاية هتوجعني اكتر من اللي شفته، الاقي حد بيحكي وجع جديد. مفيش قلب سليم طلع من قصة حب بالسكوت. لو كنت عايزة نصيحتي بجد ومن غير تجميل للكلام، أنا شايف إن أحسن حاجة تعمليها دلوقتي إنك تخرجي من القصة دي كلها. اتجوزي لو حبيتي حد تالت، بعيد تماما عن الدايرة دي كلها، بعيد عن كل الذكريات اللي بتوجع
والخيبات اللي خلت قلبك مش مطمن. عيشي معاه حياة هادية وعادية، من غير دراما، من غير ألغاز، ومن غير الحزن اللي بيصحي قلبك وبيبات معاكي. لأنك فيما يبدو مش من الستات اللي بيعجزوا يلاقوا شريك مناسب في أي وقت من عمرهم، ولا انت من النوع اللي بيستعجل. بس يمكن اتعلقت بحلم قديم، وهو ده اللي مخليك واقفة في نفس المكان. لكن خليني أقولك الحقيقة اللي يمكن قلبك مش عايز يسمعها. جوزك الأولاني مش هيرجع، مش بعد اللي حصل، ومش بعد ما ارتبطتي بأخوه. وجوزك التاني مهما طال الوقت مش هيقدر يفضل متجوزك كده وهو مستخبي. هتيجي لحظة وهيكسر سكوتك وسكوته، ويمكن يختار ينقذ بيته وأولاده من الإحراج اللي هو فيه دلوقتي ويتخلى عنك. فليه تفضلي جوه الحكاية اللي نهايتها واضحة من دلوقتي؟ ليه ما تنزليش الستارة على الصفحة دي وتفتحي صفحة جديدة؟ صفحة بيبدأ فيها سطر جديد مع راجل جديد مناسب ليكي، يقدرك ويعترف بيكي من أول لحظة. الحياة مش لازم تبقى دايما مأساة إغريقية فيها ضحية وجاني ونهاية حزينة. أحيانا كل اللي بنحتاجه علشان نعيش هو شوية شجاعة، علشان ننسحب قبل ما نخسر كل حاجة. انسحبي وارفعي راسك وابدأي من جديد، لأنك تستاهلي تعيشي حياة حقيقية، مش ظل حياة. لو اخترت تبعدي وتبدأي من جديد هتكوني وصفتي نفسك بالشجاعة، وهتحفظي كرامة ولادك، وتحترمي أسرة انتسبتي ليها في يوم، وده في حد ذاته أرقى تصرف ممكن تعمليه. هتدي ولادك كل حقوقهم من غير مشاكل ولا صراعات، وهتكسبي احترامهم لما يكبروا ويحكوا عن أمهم اللي اختارت الكرامة بدل السر والعزة بدل الخفاء. لكن لو قررت تكملي الفصول المتعبة من القصة دي فمش هيكون قدامك غير الصمت والرضا بوضع سري مؤلم ومهين، ما يختلفش كتير عن وضع الخليلة للأسف. كفاية كده سعي ورا المتاعب. انت اتطلقت 3 مرات ولسه صغيرة، يعني لسه العمر قدامك، ولسه في فرصة تعيشي حياة هادية مستقرة من غير كل العواصف دي. ولو بجد ناوية تحطمي الرقم القياسي في عدد الجوازات والطلاقات قبل ما توصلي ل40، فكري يا سيدتي، فكري بقلبك وبعقلك وبولادك اللي هم أهم حاجة دلوقتي. وفي نهاية رسالتنا النهاردة، لو حسيت إن الكلام لمسك أو فتح جواك تساؤل، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان توصلك الحكايات الجاية والرسائل اللي لسه جواها وجع وأمل. استنونا في الحلقة الجاية، يمكن تلاقي فيها إجابة لسؤال لسه محيرك. أشوفكم على خير.